عمرك سألت نفسك ليه في ناس ظروفهم أصعب منك بكتير ومع ذلك بقى عندهم ثروات ضخمة بينما أنت لسه واقف مكانك؟ هل السر في الحظ؟ هل السر في الظروف؟ ولا في شيء تاني أنت مش واخد بالك منه؟ صدقني، السبب الحقيقي إنهم عرفوا مبادئ محددة وطبقوها بصرامة بينما غيرهم قاعد يتفرج ويبرر. السؤال: هل أنت عايز تكون من اللي بيتفرج ولا من اللي بيبني ثروة؟ المبدأ الأول: الادخار حجر الأساس. اسأل نفسك دلوقتي، لو دخلك زاد الضعف هل هتعرف تدخر ولا هتصرف كله؟ لو ما قدرتش تدخر من القليل مستحيل تقدر تدخر من الكتير. التحدي هنا بسيط وصعب في نفس الوقت. اقتطع 10% من دخلك أيا كان دخلك. هل هتقول مش مكفي؟ طب ما هو عمره ما هيكفيك طول ما مصاريفك بتنط عشان تبلع أي مبلغ يجي. اللي هيفرق بينك وبين أي شخص تاني إنك تقدر تقول لأ لنفسك وتاخد القرار الصعب. سؤال مباشر ليك: هل عندك الشجاعة إنك تبدأ من الشهر ده وتدخر أول 10%؟ المبدأ التاني: التحكم في النفقات العدو الخفي. خد ورقة وقلم واكتب نفقاتك الشهر اللي فات. كام نسبة الضروري وكام نسبة الرغبات التافهة؟ ليه شخص بدخله 3000 بيخلص الشهر مفلس وشخص بدخله 100,000 برضه مفلس؟ الإجابة: لأن الرغبات ملهاش سقف. اسأل نفسك دلوقتي، هل أنت عبد لرغباتك ولا سيد على مصاريفك؟ لو عايز ثروة لازم تكون قاسي على الرغبات ورحيم فقط بالضروريات. سؤالي ليك: لو وقفت قدام نفسك النهاردة هتلاقي إنك بتصرف فين أكتر، على اللي لازم ولا على اللي ملوش لازمة؟ المبدأ الثالث: شغل فلوسك. ادخار الفلوس خطوة أولى، لكن الفلوس وهي نايمة قيمتها صفر. هل عمرك حسبت لو كل جنيه مدخر اشتغل مكانك هيجيب لك كام بعد 5 أو 10 سنين؟ اسأل نفسك، إيه الأفضل؟ موبايل جديد بعد سنتين هيبقى قديم وممل، ولا استثمار المبلغ ده اللي ممكن بعد 12 سنة يبقى 40,000 جنيه؟ هل أنت عايز تبقى مستهلك ولا تبقى شخص عنده جيش من الأموال شغال له ليل ونهار؟ الثروة مش في الفلوس اللي معاك، الثروة الحقيقية في الدخل اللي يجيلك حتى وانت نايم. فكر، هل فلوسك النهاردة بتشتغل عندك ولا انت اللي شغال عندها؟ المبدأ الرابع: احمي رأس مالك. اوعى تضحك عليك كلمة أرباح سريعة. اسأل نفسك كم مرة سمعت عن حد خسر كل فلوسه في مشروع دخل فيه من غير ما يفهم. حافظ على فلوسك كأنها حياتك، لأن ضياعها يعني ضياع سنين ادخار وتعب. لو لقيت فرصة اسأل نفسك، هل أنا فاهم المشروع ده كويس؟ هل المخاطرة محسوبة؟ ولو مش فاهم جاوبني إزاي تدخل مغامرة عمياء وتقول بعدها النصيب. الثري الحقيقي مش اللي يكسب بسرعة، الثري الحقيقي اللي يحافظ على فلوسه من الضياع. المبدأ الخامس: طور قدرتك على الكسب. هل أنت راضي تكون شخص عادي في شغلك؟ ليه في ناس في نفس مهنتك بيكسبوا أضعافك؟ هل هم أذكى ولا اشتغلوا على نفسهم أكتر منك؟ ضع لنفسك هدف واضح. مرتبك كام دلوقتي وعايز توصله كام بعد 3 سنين؟ بعدين اسأل نفسك، إيه اللي ناقصك عشان تبقى الأفضل في مكانك؟ مهارة، معرفة، مجهود إضافي؟ كل يوم ما بتطورش فيه نفسك هو يوم بتأجل فيه ثروتك. سؤالي: هل ناوي تفضل عادي ولا هتكون الشخص اللي الكل يتمنى يشتغل معاه أو يعرض عليه ضعف المرتب؟ المبدأ السادس: ابني مصادر دخل متعددة. لو مصدر دخلك الوحيد توقف، كام يوم هتقدر تعيش؟ هل فكرت تبني مشروع جانبي؟ تستثمر في مجال صغير؟ تطور هواية تتحول لدخل؟ الثروة الحقيقية تبدأ لما ما تبقاش مربوط براتب واحد. فاسأل نفسك، هل أنت عبد لراتبك ولا سيد يخلق مصادر متعددة للمال؟ المبدأ السابع: فكر بعقلية الغني مش الفقير. الفقراء بيفكروا فيه إزاي أشتري أكتر، الأغنياء بيفكروا فيه إزاي أملك أصول تجيب لي أكتر. سؤالي: أنت بتجري ورا الاستهلاك ولا ورا الاستثمار؟ أنت بتسأل نفسك إزاي أصرف الفلوس اللي جات لي ولا إزاي أخلي الفلوس دي تجيب فلوس تاني؟ الفرق مش في الفلوس اللي معاك، الفرق في عقليتك. القرار في إيدك. ال7 مبادئ دي يا صديقي مش رفاهية، دي قوانين بناء الثروة. اسأل نفسك آخر سؤال: لو ما طبقتش الكلام ده
هتكون فين بعد 10 سنين؟ ولو طبقته بصرامة برضو اسأل نفسك، أنت مستعد تستقبل حياة جديدة يكون فيها دخلك أكبر من نفقاتك بكتير وتعيش حر؟ الثروة مش حلم بعيد، الثروة قرار. والسؤال، هل هتاخد القرار النهاردة ولا هتأجل كعادتك